ولله الحمد. شوف، بدايتنا طيبة على كافة المستويات. تعرف أن اليوم توجيهات القيادة العليا لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي بالاهتمام بأبناء المدينة وأبناء النادي بالأخص، ولذلك احنا ألغينا فكرة المقيمين ونعتمد على أبناء المنطقة وأبناء المدينة، هم اللي طبعا راح إن شاء الله نستخلص منهم المواهب. وهذا النادي يعني مكان لتفريغ طاقاتهم وخلق بيئة نظيفة وبيئة اجتماعية تعودنا عليه نحن من الصغر اصلا ان هذا نادي الكل. لذلك النتائج ولله الحمد ولله الحمد ماشيه بما يرضينا وحسب المخطط. ايضا لا تنسى ان فريق الرديف كان محقق بطوله الدوري، نتائجه ليست سيئه لحد الان. بدون ايضا مقيمين، نزلنا لهم في الفتره الاخيره كذا مقيم، لكن لعبنا معظم المباريات بابناء النادي، وهي طبعا يمكن تحدث لاول مره. واجهنا فرق قويه ولا عندها طبعا اكثر من لاعب مقيم، باستثناء نادينا اللي حاولنا احنا نركز على ابناء المدينه، ولله الحمد توفقنا في اكثر من مباراه بابنائنا ومجهودهم. النتائج جيده. اذا انتقلنا الى الفريق الاول ولله الحمد لحد الان نحن ماشيين في الطريق الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم القياده لنا.